اهلا ومرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب كورة 24. اهلا ومرحبا بكم. الاحداث بتتوالى وبتتصاعد وبتكون اكثر سخونة بعد مباراة المغرب والسنغال في النهائي، بعد فوز المنتخب السنغالي في مباراة درامية. الاتحاد المغربي لكرة القدم او الجامعة المغربية بقيادة فوز رقجع اعلنوا رسميا انهم تقدموا باحتجاج رسمي لدى الفيفا طبقا للمادة 82 من قانون الفيفا. والاحتجاج الرسمي المقدم من الجامعة المغربية لسحب اللقب من المنتخب السنغالي وليس لإعادة المباراة. هنا المغرب بيلعب على فرصتين، بيلعب للفرصة البعيدة وبعدين الفرصة القريبة. الفرصة البعيدة ان هي المباراة تعاد، الفرصة القريبة ان هو يسحب اللقب من المنتخب السنغالي طبقا للوائح المادة 82 من قانون الفيفا. المنتخب او الجامعة المغربية بتقدم احتجاج لدى الفيفا استنادا لهذه المادة ان المنتخب السنغالي انسحب من المباراة وبالتالي يعتبر مهزوم لانه انسحب من المباراة، وتخطى المدد القانونية في عودته للمباراة مرة أخرى. رقم واحد. رقم اتنين، إن المنتخب السنغالي بانسحابه شتت المنتخب المغربي في العودة من المباراة. وهذه الدوافع اللي جابتها الجامعة المغربية بهذه الدوافع والأسانيد هي عايزة تعيد المباراة. ومن هنا المنتخب المغربي بقيادة فوج رقجع أو الجامعة المغربية بتستند إن هي تعيد المباراة. هم طبعا بيعرفوا يشتغلوا، يعني فوز رقجع خبير في اللوائح الدولية وعضو في المكتب التنفيذي للفيفا وفي الاتحاد الأفريقي، فليه باع من سنين في الأمور ديت. الأمور بتتصاعد. طبعا إحنا بالنسبة لنا كمغرب كمصريين وعرب ناس كتيرة عايزة الأمور تروح ناحية المغرب، وإحنا كنا بنشجع المنتخب المغربي. طبعا في ناس ما شجعتش من مصر ومن دول عربية كتير المنتخب المغربي لظروفه ولطوابعه، مش عايزين نتكلم عليه في هذا الفيديو. خلينا دلوقتي في اللي قدامنا. الخبر اللي انا بقوله لك خبر حقيقي. المغرب بيقدم احتجاج رسمي لدى الفيفا. هم عملوا اللي عليهم، يعني في الاول وفي الاخر انت بتعمل اللي عليك. عايز مصلحة بلدك جايز يقبل هذا الامر وجايز ما يقبلش. في النهاية بالتوفيق للمنتخب المغربي، في النهاية بالتوفيق للكرة المغربية، وبنتمنى بإذن الله التوفيق للمنتخب المغربي. شكرا لكم.